سرمد السعودية، يعني خلّيني أقول لك أعتقد فيلم هيبقى مميز جدًا، وأنت شخصيًا يعني عندك كاريزما كده وطلّع على الشاشة السينمائية يا عم الله فظيعة، يخليك لا بجد. يا عم الله يعني يخليك. كلمني عن الفيلم وعن دورك فيه. والله بص بقى انا ما بعرفش أنا هو سؤال هو يا رب بدائي كده. بص فيلم انا بحب نعمل افلام تضحك الناس، فيعني بس يا رب يضحك الناس، مش عايز اكتر من كده. ويا رب انا مش عارف. يعني فيلم كوميدي. كوميدي. فيلم كوميدي خفيف اجتماعي لذيذ، في يوم واحد كله احداثه، فاهم، فوضى ضحك كتير المفروض يعني يا رب. الأفلام اللي هي بتبقى في يوم واحد دي بتبقى من النوع الصعب شوية إنك تقدر اه تلم الأحداث كلها في يوم واحد، غلس. علشان أنا كمشاهد أبقى قاعد مركّز اليوم كله. غلس بس لما تعمله كويس بيبقى حلو، بيبقى تيمبو حلو وتلاقي نفسك مش زهقان والفيلم مش عايز الفيلم يخلص. لكن صعبة، كانت متعبة. سينما الشباب أو البطولة الشبابية أنا باعتقد إن هي دلوقتي الناس تميل ليها أكتر. ما فيش حاجة اسمها كده، الفيلم الحلو وبيعجب الناس كلها يعني ايا كان. طب ما احنا في فيلم انا بحبه قوي اسمه وقفة رجالة، بتاع 4 رجالة كلهم فوق ال40 يعني فوق ال50، أنا كل الفيلم ففيلم ده تحفة. عاوز أتفرّج على الفترة الجاية. بالظبط ده والشباب بيحبوه، الفيلم الحلو حلو. كدواني وكان طقم كده جميل أوي. طب قُل لي بقى إيه أبرز الأحداث الدرامية اللي أنت قايم بيها في الفيلم؟ لا مواقفات مفيش. درامية. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ما فيش في الكلام ده. لا مفيش مش الكلام هالاقي ده، يعني. خش اتفرج. أنا خلي بالك أنا باقول كده عشان الناس تعرف فتيجي تتفرّج. ما هم كمان يخشوا يتفرجوا. يلا خش اتفرج، احكيه لك ما هيبقى لأ مش حلاوتها في ايه. هتحكي لي، مش هتحكي لي، أنا بس أبرز الملامح. لا مفيش ملامح، هو بس ربنا يستر من القصه اللي انا عاملها دي بس وهنشوف ايه اللي هيحصل. هي القصة حلوة أوي على فكرة. وبورسعيدي. وهتطلع موضة. ربنا يستر. يكرمك ربنا يكرمك. طب قُل لي عندنا إيه الفترة الجاية؟ عندنا حاجات كتير، عندي اوشن الجديد، عندي الجزء الجديد من اوشن 14 بقى، عاملين اوشن 15 و16 في فيلم واحد. هيعجبك قوي ان شاء الله. ده أهلاوي والّا زملكاوي؟ يا راجل ده سؤال، انا اهلاوي طبعا. طب ما اهلاوي طمني عليك. قلبا وقالبا، انا زي الفل. طمني عليك والله أنا حاسس يعني. انا زي لا بالعكس انا كلمت كل اصحابي قلت لهم برافو ونايس، وهم كانوا احسن والزمالك كسب لان هو كان احسن واحنا ما كناش كويسين. احنا تمام. لا على فكره الاهلاويه شبعانين يا استاذ، الاهلاويه تمام، ما تقلقش علينا. نهائي القرن السوبر القرن برضه. بص أنت اتوترت. انا شبعان، بالعكس بقول لك انا شبعان، انا ما عنديش مشكله. طب والنهائي بالعكس الجاي؟ انا مبسوط لك، انا مبسوط لك. النهائي الجاي. انهي نهائي جاي؟ اللي هو هو الاهلي السوبر المصري بقى؟ الاهلي ليه ماتش في الموسم بنتغلبه عشان متخاذلين، بعد كده الموسم ماتش واحد. بيتطربق على الناس اللي فيه كلها. اهو بعد كده الاهلي هيطربق الموسم على الناس اللي فيه كلها. واضح ان انا يوم السوبر هكلمك. ده انا هنزل لك البتاع دي عندي على الصفحه. اتفقنا. بجد خلاص. استعد بقى. الاهلي خسر السنه دي خلص. طب قول لي يعني احتفال دونجا ماله؟ عجبك؟ ما هو اسمه ايه اوفر برضه عادي لا، يعني. اللي هو بتاع هل يوم. انت ذبحتني انت بتاع كل ده يوم. عشان اتعادلتوا في الامتياز؟ بتاع يعني ما تدخلنيش في الكوره الله يخرب عقلك. دايما متعلق. حبيبي العلاقات المصريه السعوديه شايفها ازاي بما ان احنا قناه سعوديه؟ زي الفل والله، اصلا انا مبسوط قوي للسعوديه الوقت ده، بقت من اهم مراكز الفنيه في المنطقه اللي احنا فيها، واللي هم عاملينه ده في الوقت اللي السينما المصريه يعني ايه عايزه تشد حيلها كده، حاجه عظيمه جدا، انا مبسوط. عملت حاجه في موسم الرياضه؟ عملت حاجه في موسم الرياضه؟ لا لسه، انا بشتغل قليل وباخد وقت في كل حاجه، انا مجنون شويه ان معلش. شاء الله الاهلي يكسب الماتش الجاي عشان انت راجل طيب. يا رب حبيبي.